السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صباح الخير وصباح يوم جديد. بقالنا تقريبا حوالي 3 ايام الجو عندنا مبطلش مطر. مطر كده متواصل، وده احلى حاجة في الشتاء. من اول ما الشتاء بدأ في مطر والجو مش برد قوي، فاخيرا الشتاء السنة دي اتأخر قوي، فاللي هو تحسه يعني فين البرد، فين الساعة. الناس في اول شهر واحد، وكانوا في ناس اعرفهم ابتدوا يخففوا الهدوم اصلا. فمطر. وسبحان مغير الأحوال، الجو بيتغير في ثواني. الحمد لله. انا طبعا بقالي 3 ايام للاسف مش عارفه افتح البيت خالص، لانه لما بفتح الشبابيك الميه بتاعه المطر بتدخلي جوه الشقه، والسجاد بيتبهدل وكل حاجه. على الظهر كده كان الجو حلو جدا جدا كمان، فاستغليت الفرصه ومسحت البلكونه وقلت اهوي الفرش، لان لما الشقه بتقعد كذا يوم مش بتتفتح دي بالنسبه لي حاجه بتجيب لي اكتئاب. ففتحت البيت ودخلت الهواء. ما كانش في شمس قوي، بس الحمد لله السماء بقت رايقة، والجو ريحته حلوة. عارفين ريحة الجو بعد الشتاء لما تحسوا ان مفيش تراب؟ ريحة الجو فيها لسعة برد خفيفة، بس الجو ريحته حلوة، ريحته نظافة. فطلعت بقى كل الفرش كده. مش هسيبه طبعا كتير، لان برضو الجو مش مضمون، ممكن تمطر في اي وقت. انا مسحت البلكونة ومسحت السور وظبطت الدنيا. طلعت الفرش بتاعي يتهوى، على بس مغير ملاية السرير وغير الفرش اللي على السرير. وكنت اصلا من بدري كنت شايلة المفرش اللي على السرير وغسلته، ما باحطش في الغسالة غيره علشان يتغسل كويس، يتعصر كويس، فيطلع من الغسالة يعتبر إلى حد ما ناشف، فيتحط على الحبل يتهوى شوية وينشف واشيله، لان طبعا مش هينفع ابيته على الحبل في الاجواء الممطرة دي. حاسة ان المطر مش هيطول قوي. يعني انا في مناطق كتير وفي ناس كتير بشوفها منزلة بوستات على فيسبوك انه لا احنا ما عندناش شتاء خالص، ما فيش مطر خالص، والناس متضايقة من ده. يعني الناس حتى اللي بتكره الشتاء ما تفرحوش ابدا بقلة المطر، بمنع المطر. المطر خير، وفي ناس بجد بتستناه من السنة للسنة. يعني في مناطق بتعتمد ان هي بتحوش مية المطر. فالحمد لله على كل حال. سبت كده الفرش يتهوى، وبعدين قلت افرش السرير. هغير بقى بدل البني هحط احمر. ومن الغلطات الشنيعه اللي انا عملتها وقت تجهيز الفرش بتاعي ان انا جبت من كل حاجه. ممكن يبقى الشكل مختلف احيانا، بس الالوان هي فما بحسش بتجديد قوي. يعني انا عندي كام مفرش احمر وكام مفرش بني وكام مفرش بامبا هم بس، مفيش الوان متنوعه كده، فمش بحس انا بتغيير لعناية. المهم طبعا الحمد لله فضل ونعمة، وفرشت الأوضة كده، وسبت الأوضة كلها متفتحة. ودخلت بعد كده حطيت اللحاف، فرشت اللحاف تاني، رجعت المخدات، رجعت كل حاجة. بس كنت فرحانة قوي ان الشمس طلعت. الشمس بحس ان هي ايه، ما بتطلع بعد فترة طويلة من المطر كده بتدفينا بقى خلاص. فالحمد لله كده انهيت الجزء المتعلق في يومي بتنظيف البيت، لانه اصلا البيت كان نظيف، ودي كانت المهمة الوحيدة اللي انا عايزة اعملها في البيت. انا كل يوم بعمل حاجة. دخلت على طول على المطبخ. كنا دلوقتي تقريبا بعد الظهر، كنت صليت الظهر ودخلت بقى. كانت حماتي بعت لي سمك. السمك ده انا مش عارفه الاسعار طبعا، عشان اصلا انا حماية هو اللي اصطاد السمك ده، مش شاريينه. فقلت حلو قوي الاسبوع ده كله تقريبا انا هاكل مع نفسي، فهعمل اكل يكفيني يومين. لان انتوا عارفين البني ادم هو لوحده بيبقى مكسل، ولولا الشتاء يعني عارفين احنا لو في الصيف انا هاكل عيش وجبنه وكوبايه شاي، بس في الشتاء الواحد بيبقى محتاج اكل، يعني محتاج حاجه دافيه كده. فقلت خلاص السمك ده هيكفيني يومين مستريح قوي. فكانت بعت لي كمان شويه، كنت اخده منها شويه دقيق. ده دقيق غله او دقيق اسمر، المفروض ان انا بستخدمه بقلي بيه السمك، لان انا طبعا مش بعمل معجنات ولا اي حاجه من دي. فقلت هملى البرطمان والباقي هحطه في التلاجة. كله هحطه في التلاجة، بس سبت شويه في كيس كده، والباقي حطيته بقى في الدرج بتاع التلاجة من تحت. النهارده هعمل اكل يكفي يومين، اللي هو ايه بقى؟ هاخد السمك هقسمه على نصين. هاخد اكبر سمكتين هعملهم صياديه. جوزي ربنا يديله الصحة ما بيحبش الصيادية، فانا الاكلات اللي جوزي مش بياكلها غالبا مش بطبخها. فبما انه مش موجود، فانا قررت النهارده اني هدلع نفسي. بصوا، مش عارفه اشرح لكم احساسي. الاكله مش فكره انها اكله عظيمه ومكلفه وبتاع، لا الاكله ان انا حاجه انا نفسي فيها ما بعملهاش خالص. فالاول
جبت كده التوم وعملته بشرته وهحط عليه ملح وكمون، وهتبقى هي دي التتبيله اللي هعملها للسمك اللي هيتقلي بكره. اما السمكتين بقى اللي انا هعملهم صياديه، هاخد قطعه بصلايه كبيره حطيتها في النار في شويه، على النار في شويه زيت. وبالمناسبه الزيت اللي بيطلع يعني بعد ما البصله تحمر واعمل احط عليها الميه، لا استنوا صلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. بعد لما البصله تحمر واخد منها اللون اللي انا عايزاه، انا بصفي الزيت قبل ما احط الميه عشان الاكله تكون خفيفه شويه مش دسمه. يعني انا حطيت الزيت، حمرت البصلايه، خدت منها اللون، قبل ما انزل بالميه على البصلايه انا بصفي الزيت ده. فاهميني؟ اظن وصلت. بنحاول ايه ان احنا يعني ناكل اكل يكون صحي الى حد ما. وخدت الاربع سمكات دول تبلتهم بتوم ملح كمون، حطيت كده في البطن من جوه ومن بره، هغلفهم بكيس تلاجة وهيدخلوا التلاجة، وده هيبقى غدايا بكره. تمام. بالنسبه للنهارده، البصل على خلاص على النار، حطيت عليها الميه، وبعد كده بنزل بيه السمك، مش بقليه. الصياديه السمك الصياديه مش بيتقلي، هي دي الطريقه بتاعته، ما بنقليهوش، بيتحط بس في الميه اللي هي فيها البصل دي وبيغلي غلوتين 3. طبعا المفروض بيتحط معاه بيتعمل معاه يعني رز صياديه، بس انا اوريدي اصلا كان عندي الرز الصياديه بيكون رز غامق. عملت معاكم اصلا الرز الصياديه كتير قبل كده، سواء الساده او اللي بالجمبري. احنا دي طريقه الصياديه اللي احنا بنعملها عندنا. ولكن احقاقا للحق، الطريقه التقليديه للصياديه، البصله بالميه دي بتتاخد تتضرب في الخلاط، مش بتتحط البصله ببعضها كده. لو حابين طريقة سمك الصيادية بالتفصيل قولولي وانا بخلي امي تعمله وانزله لكم على القناة. بعد ما خلصت غسلت المواعين ظبطت الدنيا، قلت اعملي بقى كوباية عصير برتقال فريش من غير سكر. كانت حادقه بصراحه، ما كانتش مسكره خالص، البرتقال ما كانش مسكر، بس برضو ما حطيتش سكر. عملت بالعصاره دي، كنت شاريها معاكم في فيديو مشتريه كده، كانت ب10 جنيه. حلوه لو انتي هتعصري برتقانتين 3 4، يعني لو هتعملي كميه كبيره بتبقي محتاجه واحده اكبر شويه، لكن هي بالنسبه لي لطيفه جدا. وبعد كده شغلت بقى عود بخور، وقلت يغير ريحه الشقه، ورشه معطر، وظبطت الدنيا. بما ان كان في طبيخ، ريحه البصل بتبقى ماليه البيت، فالبخور حلو جدا. كنت شاريه شويه حاجات بسيطه قوي، فكنت مصوره المقطع ده قبل كده، بس كنت قلت اوريهولكوا بقى وانا جبت يعني، عشان انتوا عارفين الشوبينج، وبدلع نفسي وبصرف فلوس كتير جدا في الشوبينج، محدش يتريق على المشتريات بتاعتي بليز. كنت جايبه، طبعا انا بهزر يعني، كنت جايبه صباع روج ب30 جنيه، صارفه ومكلفه، وبتاع وزبدة كاكاو لونة كانت ب10 جنيه. كنت عايزة اجيب روج احمر ومانيكير احمر وحاجات كده، بس هي الميزانية بقى، فقلت مش مشكلة، كل شهر اجيب حاجة. جبت علبة شاي احمد تي اللي بالتفاح، بحبه جدا، 20 واحدة، سعره 30 جنيه. جبت كمان الفلامينكو ده، ما بحبوش، بس كنت جايباه عشان زوزو، وطعمه ما عجبنيش، مش عارفه، بس انا جبته علشان المفروض ان هو يعني الى حد ما صحي، عشان مش مقلي، والمفروض ان هو مخبوز. مش عارفه سعره كان كام بصراحه، بس عادي، في ناس بتحبه او بتجيبه كسناك، الناس اللي هي عامله دايت، يعني انا مش عامله دايت ولا حاجه، وطعمه اصلا ما حبيتهوش. جبت علبه زبادي دانون، مش عارفه سعرها بقى كام، اخر مره كنت جايباها كانت ب7، ممكن تبقى ب8 ولا ب9 الوقت، الله اعلم، الاسعار في الطالع. جبت كمان المهم بصوا، انا كنت رايحه للدكتور عشان اعمل سناني، وانا راجعه جبت الحاجات، فقلت احط لكم المقاطع كده اللي هو اوريكم مشترياتي الفظيعه. جبت، انتوا عارفين انا بحب المشروبات السخنه طول الشتاء طول الصيف، فجبت قلت اجرب دول، ده شاي كرك وشاي كرك، وفي شاي تاني اسمه عدن بالزنجبيل. شاي الكرك ده طلع حلو، يعني لو لقيته ده اسمه تي بريك، حلو لطيف طعمه حلو. لكن الشاي اللي بالزنجبيل طعمه استغفر الله العظيم. سعر الواحدة كان 5 جنيه. كنت جايبة كمان الغسول ده، اسمه منتول، دي جي ووش بالمنتول، سعره تقريبا كان 20 جنيه، يعني 19 وحاجة. حلو وحش؟ لا هو حلو جدا. انا اول مرة اجربه، على طول بجرب اللي هو تنتم اللي انا كلمتكم عنه كتير قبل كده. غسول الفم انا بشوف ان هو حاجة ما ينفعش نستغنى عنها بعد غسيل الاسنان، لان انت لما بتغسلي اسنانك الفرشة اكيد مش بتوصل لكل المناطق، يعني الا لو احنا بقى بنغسل اسناننا بضمير قوي، وممكن بتبقي اكيد منطقة اللسان اللثة مش عارفة ايه. فجبته وجربته وهو حلو قوي.
وريحته نعناع كده. تنتم ارخص منه، هوريكم تنتم دلوقتي عشان لو انت بتشوفي الموضوع لاول مره. فهاتي اي غسول. الغسول، انواع الغسول دي ارخص بكتير من ليسترن والكلام ده، يعتبر من ارخص الانواع في الصيدليات، هتلاقوهم في اي صيدليه. شوفوا تنتم ده اصلا كان سعره 6 جنيه 75 قرش. طبعا اكيد طبعا الاسعار دي زادت، بس مهما كان يعتبر رخيص. ولما نجيب معجون اسنان نحاول ان احنا كل شهر نغير المعجون، ما نجيبش نفس المعجون، علشان ده كلام الدكتور. لان انا كنت بقع في الغلطه دي، ان انا بجيب معجون الاسنان كل شهر يخلص اجيب نفس النوع لانه عاجبني وكويس. طلع ان ده غلط خالص، حتى لو حلو غيريه، عشان الاسنان بتتعود على نفس النوع. طبعا بما ان احنا راجعين بقى من الصيدليه وبتاع ومن عند الدكتور واتبقى معايا فلوس، فمصيرها هيكون الحصاله. الحصاله دي كنت مقرره كده ان انا هفتحها الايام اللي فاتت، وشمت نفسي في نفسي ان انا، انتوا عارفين ان انا عاملاها ومحوشاها عشان اخر الشتاء او قبل رمضان، والله اعلم، على حسب بقى هي ونصيبها. والايام اللي فاتت يعني ايه، الميزانيه خسرت معايا، فقلت خلاص هفتح الحصاله، اروح اجيب لي فرختين. كيلو الفراخ بقى ب100 جنيه. كيلو الفراخ البلدي بقى في مناطق ب90 و95 و100. انتوا متخيلين؟ فاللي هو سبت حصلتي زي ما هي، مش لازم ناكل فراخ، مش لازم ناكل فراخ خالص. لا هشتري ان شاء الله، بس يعني فرخايه ولا حاجه. بس سبت الحصاله زي ما هي، وكان متبقي لي فلوس في الصيدليه، كانوا 3 جنيه ونص تقريبا بقيت الحساب يعني. فقلت لايه للدكتور خلاص هاخد من ده. لقيت عارفين الاكياس اللي هي بتاعت لولوا اعلان كده كان بيجي في التلفزيون، اكياس فيها بتاع كده سائل، زي المفروض ان بارفان مثلا او معطر حاجه كده. فانا قلت ايه بقى، ان انا هستخدمه استخدام اقتصادي بحت، شغل التوفير بتاعنا. وهنعمل بيه بقى، هقول لكم. ممكن تاخدي الكيس، هوريهولكم اصلا دلوقتي يعني مش برغي في الفاضي، هوريكم كيس اللولوا ده. جبت 2 حريمي و2 رجالي ب3 جنيه ونص، هو الواحد بجنيه بس الراجل ساب لي نص جنيه. بصوا، تقدري تجيبي الكيس ده الواحد وتاخديه تفضيه في اي بخاخه، وتحطي عليه شويه ميه وتستخدميه كنوع من انواع المعطر. ترش بيه على الفرش، على السراير، على السجاده، على الستاير. هيدي ريحه حلوه وبديل رخيص للمعطرات اللي بقت غاليه شويه. دي حاجه. الفكره التانية، ان انت لو في اي وقت من الاوقات غسله بطانيه، غسله لحاف، غسله مفرش، وخلصتيه خلاص اتغسل تمام، وحطيتيه على سور البلكونه او في اي مكان ونشف، وعايزه تبتدي تخزنيه من السنه للسنه، اللحاف غسلتيه وهتخزنيه للموسم اللي بعديه، تقدري بقى تجيبي كيس اللولو ده وترشيه عليه كده عادي. هو يعني هو كانه بارفان او معطر، فمفيش مشكله انك ترشيه على مفروشات مباشره، مش هيعمل اي حاجه. وتخزنيه بيه بحيث ان هو يدي ريحه حلوه للمفروشات. تعملي نفس الحركه دي في الدواليب، ممكن تحطي البخاخه وترشي على الهدوم في الدولاب، او لو هتخزني هدوم صيفي، او لو هتخزني هدوم الشتاء، بتشيلي الهدوم من موسم لموسم، تقدري برضو تجيبي كيس زي دول وتبتدي تحطيه على الهدوم كده. لو حطيها في شنط سفر او في اكياس عاديه تخزنيها بقى اي مكان، ايا كان المكان اللي هتخزني فيه، تقدري تستخدمي الاكياس بتاعه لولوا دي. لو انت ام مثلا وبتجهزي لبنتك وبتبتدي تخزني لها فرش او اللي هي مفارش، بطاطين، هدوم، حاجات هتخزنيها، برضو تقدري تحطي كيس من الاكياس دي معاها. حطي مثلا من الرجالي لهدوم جوزك ابنك، ومن الحاجات اللي هي الحريمي دي، لان هو انواع وسعره رخيص، الكيس بجنيه فمش فلوس. وبس هو ده، هذا هو المقصود من ان انا استغليت ال3 جنيه ونص اللي كانوا متبقيين لي فلوس الصيدلية. خلصت يومي، شغلت المسلسل اللي انا متابعاه الفترة دي، وقعدت اتسحلت في 3 4 5 10 حلقات ورا بعض، لانه بيسحلني الحقيقة. وبس كده، ده كان يومي اللي انا حبيت اشاركه معاكم عشان ما اغيبش عليكم اكتر من كده. لان بصراحه ما عنديش حاجه اصورها اصلا، مش بعمل حاجه كتير، مش بطبخ كل يوم، مش بشتري مشتريات قد كده، وهذا هو السبب اللي يقولي لي مش بتنزلي فيديوهات على طول. ما عنديش حاجه اصورها، مش هنضف البيت وهو نظيف، مش هطبخ حاجه انا مش محتاجه اطبخها، مش عارفه اشتري مشتريات دلوقتي. فبس هو ده كان الفيديو بتاعي النهارده، واستنوني قريبا ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير قريب باذن الله، والسلام عليكم.